السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الفيديو اللي باش نحكيو آخر الأخبار، أهم خبر لهذا اليوم مجانا. تعالوا. مباراة بلجيكا ستواجه من تونس يوم السبت. بلجيكا مصعد القاهرة. كل المؤشرات تدل على أنه لقاء مميز. كل ما نعلمه أن كون قد استعد استعدادا جيدا لمواجهة الخصم الذي كان سببا في دخوله إلى المستشفى. رد الدين هو العنوان الأبرز للنزال القادم. نحن على موعد مع لقاء يجمع كل من تونس وبلجيكا. فهل يؤكد نتيجة النزال الأول أو أننا سنشاهد شيئا مختلفا يوم السبت القادم 6 جوان تونس وبلجيكا مصعد القاهرة. المباراة على الشبكة الأرضية. تشكيلة المنتخب التونسي التي انهزمت 1-0 أمام النمسا. حراسة المرمى مهيب الشامخ حارس الأفريقي. قلب دفاع الطالبي إلى جانب عمر رقيقة. على الجهة اليمنى يان فاليري. على الجهة اليسرى اللاعب علي العابدي لاعب الدوري الفرنسي. الياس الصخيري محترف في الدوري الألماني في الوسط الميداني اللي جارب براري خضيرة أيضا في الدوري الألماني بوندسليغا. وحنبال المجبري في البريميرشيب الإنجليزي عفوا في الدوري الإنجليزي ممتاز. أنيس سليمان على اليمين في الهجوم. إسماعيل الغربي على اليسار. وفراس شوات قلب هجوم لاعب الأفريقي هدف بطولة تونس. أفضل لاعب تقييم لاعبين. أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب النمساوي صاحب الهدف مارسيل سابيتيزر هو أعلى تقييم 8.5. تقييم لاعبين. تشكيلة المنتخب التونسي التي انهزمت 1-0 أمام النمسا. الثلاثي الناري لمنتخب تونس في المباراة الماضية عام عرين الأسد. الهجمة تلو الهجمة. يظهر على الشاشة الآن أحد أفراد الثلاثي الناري. لا لقد قررها. منتخب تونس على تقييم الثلاثي الناري. مهم الشابخ عبد المهم الشابخ 7.6 على تقييم المنتخب التونسي. رقم 2 عمر رقيق 7.2. ورقم 3 منتصر طالبي 6.9. هذا أفضل ثلاثي في المنتخب التونسي. أفضل لاعب الشامخ، الثاني رقيق، والثالث منتصر طالبي. بعد مهين الشامخ حارس المرمى 7.6 على تقييم في منتخب تونس. ثاني أفضل لاعب عمر رقيق 7.2. ومنتصر طالبي ثالث أفضل لاعب في منتخب تونس تقييم 6.9. تقييم يان فاليري على الجهة اليمنى 6.9 مردود محترم، لكن في التنشيط الهجومي ضعيف جدا، لازم يقدم أكثر. على اليسار علي العابدي كان دون المأمول. من الجهة اليسرى جاء الهدف منتخب النمساوي. وسط الميدان راني خضيرة لاعب لا تشكر للذم، يفتقد كثير التنشيط الهجومي، لاعب ما تشعرش بوجوده أبدا، لا موجود لا دفاعيا لا هجوميا سونتينال وكله. الياس الصخيري كالعادة مردود فوق المتوسط، يجري كثيرا. حنبال المجبري اللاعب الذي محبوب من الجماهير وتحس بمردود متاعه موجود في العطاء غزير خاصة في الالتحامات البدنية، خرج مصاب. نسبة سليمان تحصل 6.5. حنبال 6.7. سليمان 6.5. والغربي 6.6. لاعب ناقص كثيرا بسبب أنه بناك لاعب احتياطي في فريقه. فراس شوات 6.6 قلب هجوم مطالب بتسجيل الأهداف، أو سيعود في المقابلة القادمة المستوري أو اللومي. بالنسبة للتغييرات اللاعبين تقييم اللي دخلوا سيباستيان تونكتي شارك 28 دقيقة تحصل 6.6 كتقييم. مكان إسماعيل الغربي دخل وعمل أحسن مراوغة في المقابلة، مراوغة بلاعبين فرد نفس الوقت. بالنسبة لخليل عايري 6.4 مردود دون المطلوب دخل 26 دقيقة ضرب في الآخر مكان أنيس بن سليمان. ريان لومي دخل لعب 28 دقيقة مكان فراس شوات قلب هجوم تحصل على 6.4 دون مأمول أيضا ضعيف بدنيا. الحاج محمود دخل أيضا 6.6 تقييمه ولعب 12 دقيقة برك مكان حنبال المجبري المصاب تحصل الحاج محمود 6.6. والياس سعد آخر لاعب دخل
لعب 8 دقائق فقط، في عذراني خضيرة، وتحصل على 6.7 كتقييم مردود جيد. تونس إجمالي تقييم 6.69 مردود هزيل جدا. بالنسبة للمنتخب النمسا، حارس مرمى 7.7، قلب دفاع النمسا 6.8، قلب دفاع الكابتن 7.4 ألابا لاعب ريال مدريد قبل. صاحب الأسيس ستيفان بوش 7.5 مردود جيد. هذا اللاعب من دقيقة 37 ورقة حمراء 6.1 تقييم. لايمار ولاعب سيوالد 6.7 لاعب وسط نمسا. لاعب شلاجر 7.2 مردود جيد. مايكل 6.5 في التنشيط الهجومي. رومانو شميد 6.7 جناح أيمن المنتخب النمساوي. وأفضل لاعب في النمسا وفي المباراة رجل المباراة مارسيل سابيتيزر 8.5 رجل المباراة. وقبل الهجوم ماركو تحصل على 6.6 قلب. الثلاثي الناري وأفضل ثلاثي في المنتخب التونسي مهيب شامخ 7.6 تحصل أحسن لاعب في تونس. عمر رقيق ثاني أفضل لاعب 7.2 و9 صار ثالث أفضل لاعب في تونس. بالنسبة لتقييم المنتخب النمساوي هذا أمامك. حارس مردود جيد 7.7، ألابا أيضا مردود جيد 7.4، والقلب الدفاع الآخر 6.8، على اليمين بوش 7.5 أسيست، وعلى أساس الهدف، وعلى اليسار 6.1 المدافع أيسر تحصل على ورقة حمراء. مثل ثلاثي الوسط النمسا شلاجر 7.2 مردود جيد، سيوالد 6.7 واللاعب تنشيط الهجوم 6.5. بالنسبة لثلاثي الهجوم على اليمين شميد 6.7، قلب الهجوم 6.6، وأحسن لاعب في المباراة 8.5 رجل المباراة الذي سجل هدف. أفضل لاعب تقييم لاعبين. أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب النمساوي صح. بالنسبة ترتيب الفيفا تونس في المرتبة 44، والنمسا أفضل من تونس بكثير في المرتبة 24 بالنسبة لترتيب الفيفا. أغلى لاعب في المنتخب التونسي لاعب بيرني حنبال المجبري ب 16 مليون أورو. وأغلى لاعب في النمسا اللاعب كريستوف باو مغارتنر ب 40 مليون أورو لاعب لايبزيغ الألماني. اشتعلت، نحتاج إلى إطفائية. بالنسبة لقائمة اللاعبين المنتخب التونسي في حراسة المرمى أيمن دحمان من الصفاقس، بن حسين من النجم، والشامخ من الإفريقيا. في الدفاع طالبي، براون، عمر رقيق، آدم عروس، رعد شيخاوي، يان فاليري، معتصم نفاتي، علي العابدي، ومحمد أمين بن حميدة من الترجي. هذا مدافعين. بس وسط الميدان الصغيري، حاج محمود، راني خزيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، بن وناس والغربي. بالنسبة للهجوم خليل العياري، تونكتي، العشوري، شواط، حازم مستوري، الياس سعد، وريان اللومي في الدوري الأمريكي. بالنسبة لأغلب قائمة المنتخب التونسي أغلبية محترفين بخلاف 3 حراس مرمى من النجم ومن صفاقس والنادي الأفريقي، وأغلب اللاعبين من المحترفين. وأيضا في الدفاع موجود بن حميدة. قلة قليلة من الدوري التونسي أغلبية محترفين. بالنسبة لمباريات تونس، المباراة الأولى تونس السويد 3 فجر 15 جوان، المباراة الثانية 21 جوان 5 فجرا توقيت تونس، المباراة الأخيرة يوم الجمعة واثنين مكة المكرمة ونص الليل بتوقيت تونس. هذه المجموعات كأس العالم. هذه مجموعات كأس العالم جميعا 12 مجموعة و48 فريق لهذا كأس العالم نسخة استثنائية. شكرا لمشاهدتكم. دعمنا رجاء دعمنا على قناة اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو وأعجبك خاصة المونتاج متعوب فيه جدا جدا جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعطينا رأيك في الكومنتات. تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. قولوا لنا رايكم في التعليقات واعطيوا لي سكور والنتيجة الأقرب للمباراة هذه. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء. ما تنسوش الاشتراك في قناة الكل يوصلكم كل جديد يهم المنتخب الوطني التونسي من اللاعبين المحترفين والبطولة التونسية. اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.